السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشوني جدا أوي أوي أوي، ألا وهي حلقة جديدة من طباع الخاص، وربنا يعدي على خير. والحلقة يا رب تنال عجبكم. معكم عصام أهلاوس من برنامج حاجة ونص. وحشوني جدا أوي أوي. أول حاجة صلي على سيدنا محمد. تاني حاجة قولوا لي رأيكم في الحلقة. تالت حاجة الحلقة بتتكلم على حاجة جديدة خالص، ألا وهي من طباع الخاص، وهي بنتكلم على الاحتفالية اللي عملت قلبان في الشارع كله، اللي عملت قلبان في العالم كله، اللي عملت حاجة من طباع الخاص في العالم كله، عملت حاجة في الوسط كله، خلت العالم كله يتكلم عليك انت كمصر، خلت مصر بقت رقم واحد للسياحة، خلت مصر بقت رقم واحد في السياحة. بس ده كله ليه بقى؟ ده كله عشان خاطر في ظهرنا واحد اسمه، في ظهرنا راجل اسمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، له كل تعظيم وتحية وإجلال وتقدير وشكر من هنا لبكرة، وامتنان شكرانية وإجلال وتعظيم. حلو. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتحافظ على شعبها. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتحافظ دايما على شعبها. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتعرف تجيب حق شعبها. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتعرف إزاي تبقى رقم واحد في العالم كله. الراجل ده من أكتر الناس اللي بتخلي أكبر دول في العالم تقف تعليم سلام. الراجل ده اللي بيخلي أكبر منظمات في العالم تقف إجلال ليه. الراجل ده اللي بيخلي أمة لا إله إلا الله من الدول تقف له احترام. هقول لك نبذة صغيرة جدا جدا على حاجة صغيرة هتفهم ليه أنا قلت لك الحتة دي كلها. واما الحلقة دي هتنزل لك هتفهم ليه، وتابع بالتواريخ. قمة شرم الشيخ حضرها معظم رؤساء العالم، او حضرها العالم كلها. قمة شرم الشيخ للسلام في منطقة في فلسطين حلو. القمة دي حضرها ترامب، حضرها ترامب بتاع امريكا. حلو. كان هيجي يحضرها النتن بتاع نتنياهو. النتن جه قال له لو جه هقبض عليه وهكلبشه وهسلمه. حلو. عرفت ليه بقى الراجل ده ذكر؟ عرفت ليه الراجل ده اكتر راجل الناس كلها بتقف له اجلال وتعظيم سلام؟ قال له بقى الدولة دي للسلام. قال له الدولة دي ليست معادية للسلام، فالراجل ده مش هيدخل الدولة دي نهائي منعا باتا. قال له لو طلع طيران هم جايبه هم طلع الطيران مكلبش عليه في الجو، وفي قلب الجو هقبض عليه. عرفت ليه بقى الراجل ده ذكر؟ تعال نتكلم في حاجة تانية أكتر، ألا وهي موضوعنا النهاردة، وهو احتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتحف المصري الكبير. طولت عليكم في الدخلة معلش. القديمة والحضارة العظيمة اللي كانت موجودة بدأ كبير هو أكبر أحداث سنة 2025. أكبر أحداث 2025، أكبر حدثين في 2025، وهي الاحتفالية دي اللي شغالة دلوقتي، اللي هي كانت شغالة يوم 1 نوفمبر. بس أنا قلت لكم النهاردة عشان عندي برد، والحمد لله فوق كان عندي برد دام 21 يوم كاملا. انتهى يوم 4 نوفمبر، خدت يومين بس راحة. بس انا
اظبط صوتي واظبط دنيتي. نزلوا لي الف سلامه في التعليقات. طبعا كفريق عمل اشتغلوا بكل يعني جهد رهيب، وانا بقى كمصريه وبني ادمه لا طبعا فخوره جدا باللقطه دي. It's amazing, I mean, to see the Grand Egyptian Museum put into fruition and actually in operation today. Today is the inauguration of one of the greatest museums in the world. It's going to be, as size-wise, about 2 times the size of the Louvre. So that's an amazing achievement. And we've got about 100,000 artifacts that belong to the old kingdoms. بجد الراجل ده يستاهل تحية، لكنها بتتبني برؤية يستاهل بتسخير الموارد تعظيم سلام، طويلة من الشغف والعزيمة والإصرار. يستاهل ان الراجل ده يتحب فعلا، يستاهل ان الراجل ده يتعمل له 100 تحية و100 تعظيم و100 سلام، يستاهل اجلال، يستاهل تعظيم سلام. الراجل ده لا مش لا الراجل ده لا ان في ابطال يتعزموا في يوم احتفالات زي كده. عزم لك فريق اشرف كاراتيه، احمد الجندي خماسي، فريد عثمان سباحه، اول ميداليه في تاريخ مصر سباحه، اول عربيه، اول لاعبه عربيه افريقيه، شريهان لتاريخها الطويل في الفن وتمثيل وفوازير والكلام ده كله، تاريخها الطويل لانها ابن من ابناء مصر وحضاره وسنها كبير، والراجل بيعرف يقدر الناس صح. احمد مالك، هدى المفتي، سلمى ابو ضيف، احمد غزي، كريم عبد العزيز اشترك بالصوت بس. حلو. المراسلين بقى 450، منهم 180 دوليه و70 اوروبيه، 24 امريكيه، 30 ايه بقى، 30 اسيويه، 48 عربيه. اكتر من 70 دولة حضرت، منهم مش منهم بقى، منهم عباس ابو مازن رئيس دولة فلسطين. حلو. حاجة اتنين اخر هنتكلم فيهم على لا الراجل، على الاحتفالية او على الاجواء نفسها. الطفل اللي هوريلكم صورته دلوقتي ده، الطفل اللي هوريلكم صورته ده دلوقتي. حلو. الطفل ده جميل قوي. حلوة الاحتفالية بصورة الأطفال، حلوة الاحتفالية بصورة الأطفال. السيدة دي هتكلم على دلوقتي حالا، بس أنا ما أجيب لكم الأحداث واحدة. حلوة الاحتفالية بصورة الأطفال. الطفل ده صورته جميلة جدا. حلوة أوي إن هو داخل بصورة الفرعون، بصورة لبس الفراعنة، اللبس الجميل، اللبس المحترم، والفنانين اللي لبسوا زي احمد مالك، زي هدى المفتي، زي سلمى ابو ضيف، زي احمد غزي، زي الابطال دول، زي الناس دي اللي لبست لبس الفراعنه، زي شريان لبست لبس الفراعنه. جميل قوي. مش لازم الناس دي لازم تخش ببدل وفساتين وكلام، لا، انت داخل في احتفاليه المتحف المصري الكبير. هتقول لي انت ما اتكلمتش بقى على اللي معاه في الصوره دي. اللي معاه في الصوره دي بني ادمه مصريه عاديه، الا وهي السيده ده بنت حرم، السيده بنت الرئيس المحترم حط تحت محترم ده 2 خط، السيد عبد الفتاح السيسي. الفستان جميل جدا. الفستان عظمه، سايبه الدنيا كلها، سايبه الرؤساء وسايبه الملوك اللي جايين وسايباهم كلهم، جات تصور مع الطفل ده. ليه بقى؟ لان الراجل رباه على الاصول، رباه على التربيه الصح، رباه على الاصول المصريه الصحيحه.
تسلم لتربيتك، وتسلم لتربيتك الصحيحة انك ما طلعتش ناس بتلبس لبس عاري، ما طلعتش ناس بتلبس لبس مغزي، طلعت ناس مشرفة لمصر. تسلم ايدك بجد، تسلم ايدك، طلعت ناس مشرفة لمصر فعلا. فعلا فعلا الرئيس ده يتحط فوق الراس. الطقم جميل جدا جدا، مفيش حاجة باينة منها، مفيش حاجة طالعة فوق، مفيش حاجة نازلة تحت، مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده. المهم قاعدة بقى فين؟ قاعدة ورا، وقاعدة في الصف التالت أو التاني أو الرابع ورا. الابتسامة حلوة، الابتسامة شيك، تبين لك إنها بنت زواج، تبين لك إنها تربية زواج، تربية بشوات. ربنا يستر بقى على الفيديو ده، على الحلقة دي لما تنزل. المهم السيدة انتصار عبد الفتاح السيسي برضه نفس الكلام. تعرف بقى ليه ان الراجل ده محترم جدا جدا جدا؟ انت هنا دولة اسلامية اسلامية اسلامية. حلو حلو. هتقول لي طب ما في مسيحيين، تمام، يتشالوا على الراس يا حبيبي، بس انت هنا الرئيس بتاعك ايه؟ مسلم. فانت اللي يبقى طالع حرمه ونجله اسلام، لبس محترم، ده كله حلو حلو. سيبنا من ده كله بقى، احنا هنا بنتكلم في احتفالية عظيمة جدا جدا. الرؤساء كلهم جملك بلبس زي رسمي، جم سلموا عليك بوقار، جم عجبتنا أوي حتة في الاحتفالية هما بيسلموا. بص بقى الاحتفالية جميلة جدا جدا. قبل كل ده بروح وإرادة جماعية مؤمنة بالحلم. نبراس تقدم. بص بقى طبعا بقى ايه، سوري. طبعا واحد جاي يسلم عليه وهو زوجته، فجاي يسلم على زوجته السلام الاوروبي الطبيعي، قام شده او قام احرجه، بس بالذوق المصري قام جاي واقف جنب زوجته بذوق، بمعلمه، بحركه معلمين، مش حركه تتهد عليه. لان هي دي الغيره، هي دي الطباع المصريه الاصيله، هي دي الطباع المصريه الاصيله، هي دي الطباع المصريه الاصيله. ايا كان منصبك ايه، ايا كان شهرتك ايه. بصراحه انا بفتخر ان الرئيسي السيد عبد الفتاح السيسي، بتعلم منه كل وقار واحترام، بتعلم منه كل وقار واحترام فيه. وهخلي باذن الله فيما قادم لما اجي اخطب واتزوج تبقى عائلتي بنفس الوقار بتاعه، بنفس الوقار. انتوا شفتوا الوقار اللي هو فيه،
شفتوا الوقار بتاع زوجته، شفتوا الوقار بتاع بنته، لبس هادي، لبس كلاسيك، لبس شيك. شكرا جزيلا، مستني تعاقبكم في الفيديو. حاجة أخيرة بقى، شفتوا بقى لما قال بعد 10 سنين مصر هتتنقل نقلة تانية خالص، مصر هتتنقل نقلة تانية خالص. فعلا بعد الاحتفال بيوم السياحة بدأت تزيد، وخشوا بقى اتفرجوا على المواقع بتاعت النسب والكلام ده كله. هجيب لكم في فيديو في حلقة قادمة النسب بعد الاحتفالية من مواقع شهيرة. حلو. انا بجد فرحان جدا جدا. على فكرة انا بصور لكم فيديو الفيديو ده، وكمان شوية ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا النهارده 6/11، ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا في كاس السوبر، كاس دوري السوبر ليج في الامارات. ما طلعتش اتكلم عن الماتش قد ما انا طالع اتكلم، مهتم ان انا اطلع اتكلم على الاحتفاليه دي. باذن الله الحلقه القادمه هجيب لكم من مواقع شهيره. بعد كده اسمه ده، قول معايا النسب بتاعت قول معايا النسب بتاعت اليوم الاول كذا، واليوم التاني كذا، واليوم التالت كذا، واليوم الرابع كذا، واليوم الخامس كذا. شفتوا بقى لما السيد عبد الفتاح السيسي قال بعد 10 سنين مصر هتتنقل نقلة تانية. شفتوا لما قال بعد 10 سنين هقل التكدس الزحمي في مصر. شفتوا لما قال بعد 10 سنين هقل التكدس الزحمي اللي بيحصل في مصر يوم عن يوم. لما يطلع مثلا سنة احتفالية، او يطلع مقابلة، او يطلع هنا بذات نفسه، يبقى طالع يقابل حد في المطار، او يبقى طالع من بيته، او يبقى طالع من قصر هنا رايح للقصر التاني، او يبقى طالع احتفالية شرم الشيخ، او يبقى طالع من هنا من القصر للمطار. شفت بقى لما قال كان الطريق بيقف ما لا يقل عن ربع ساعة. شفتوا كان زمان الطريق عشان الرئيس يعدي، او رئيس جمهورية، او ايا كان من الوزراء يعدي، كان الطريق بيتوقف بالساعة والساعة الا تلت والساعة الا ربع. دلوقتي الطريق بقى يتوقف بربع ساعة. انت فاهم يعني ايه؟ الراجل ده نقلة تانية خالص. شكرا جزيلا، مستني معاكم في الفيديو، وربنا يستر. يعني نقلة تانية خالص، يا نفضل زي ما احنا نعمل فيديوهات، وربنا معانا. ومستني تعليقاتكم في الفيديو، مستني منكم شير كتير. طولت عليكم قوي. شكرا جزيلا.